المليون ونص اللي هتصرفوهم على الجوازة دول يفتحوا لكم مشروع محترم تبتدوا بيه حياتكم ويأمن مستقبل ولادكم كمان. ونتجوز ازاي؟ مال؟ هتتجوزوا وهتفرحوا عادي جدا بس من غير أفورة. انتوا بتصرفوا كل المصاريف دي عشان شكلكم قدام الناس، مش عشان انتوا تنبسطوا. صح. يبقى أبو أم الناس، ارمي كلامهم ورا ظهرك. هاتلك شقة بالإيجار، عفش بسيط، ممكن يكون مستعمل عادي بس حالته تكون كويسة. أساسيات الجهاز بس، الحاجات اللي هتستعملوها ومفيش غنى عنها. طب والفرح؟ تأجر مركب حلوة كده في النيل، انت والحبايب، قرايبك وقرايبها بس الحبايب منهم. طقم ليك وطقم للعروسة ما يعديش 3000 جنيه. وواحد صاحبك موبايله كده كاميرته كويسة يصوركم. بس كده؟ بس كده. وباقي الفلوس اتفسحوا بيها وشوفوا الدنيا واستمتعوا بجد، ما تجروش ورا